وشرفناه وطبطبنا عليه لحد ما كبر طلع حمار ورفض النعمة برجليه. قال ايه؟ ينقلب على الرئيس المنتخب. بعد يومين جبناه. هو السيسي اصلا عبارة عن ايه؟ 2 سي جنب بعض. حطينا السي بعيد عن السي وحطينا النقط على الحروف بقت شيك وجبنا الشعب كله ركبناه كل واحد خلي الشعب يركبه. يا سيسي مرسي هو رئيسي. دلوقتي السؤال الاهم، الشعوب بتعمل ثورات ليه؟ عشان الاستقرار الوطني. عايزين نسأل مستر نانا الشعب الهندي بعد الثورة الصحية المجيدة عملوا ايه عشان يوصلوا للاستقرار؟ مستر نانا بعد عشان دي من العالي دي حاجة بسيطة خالص. عندهم عملوا 3 حاجات عشان يوصلوا للاستقرار. أول حاجة تطوير الإعلام. ثاني حاجة تطهير القضاء. ثالث حاجة تطهير الداخلية. نمسك في أول حاجة تطهير الإعلام. لمينا كل الإعلاميين في ميدان كبير وطهرناهم واحد بمستلم كمان وجبنا كل الشعب يتفرج عليهم. الشعب يتبسط. بالنسبة لتاني حاجة مستر نانا اتكلم عنها وهي تطهير القضاء. نحب نسأله مستر نانا يجب عارف اللي بيعادل القضاء. دي حاجة بسيطة خالص الصراحة. عندهم في الهند القضاء منطقة حساسة شوية. هنعمل ايه؟ خلينا كل قاضي يطهر اخوه. بالنسبة للمشكلة الثالثة او الحاجة الثالثة اللي عملوها عشان يوصلوا للاستقرار وهي تطهير الداخلية. نحب نسأل مستر نانا مهراجة دي مرحبا يعني بدو داخلية. تطهير الاندروير. عندهم في الهند جابوا فنطاس كبير حطينا فيه كلور كتير وجبنا الداخلية بأندرويراتهم ورميناهم في الفنطاس 3 سنين عشان يتطهروا. بعد ما اتطهروا وزعنا عليهم قطنين. نحن رحرحة صح